وكذا. اي ممتاز. اي ممتاز. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، التجارة تنقسم إلى قسمين: تجارة الدنيا وتجارة الآخرة. والأرصدة تنقسم إلى قسمين: رصيد في الدنيا في المصرف، ورصيد في الآخرة من الحسنات. والإنسان الذي يفكر في تجارة الدنيا ورصيد الدنيا ولا يفكر في رصيد الآخرة، هذا لا يحب نفسه ولا يعرف مصلحته. ولهذه الآن المواسم، كما أن للتجارة الدنيوية مواسم، تجارة الأخروية لها مواسم. فإذا رأيت الفلاح في وقت الجذاذ ينام أو يسافر، أو التاجر في موسم البيع والشراء يغلق متجره، كل الناس يلومونه. فكذلك تجارة الآخرة. ومما يزيد تجارة الآخرة هذا الشهر الفضيل المقبل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يجب على المسلم وينبغي له يفطن في مثل هذا الشهر، لا يضيع شيئا من أوقاته، لا من ليل أو نهار. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر خير من 1000 شهر. اقسمها على 12 كم يخرج؟ يزيد على 83 سنة ليلة واحدة. فالله أيها الإخوة، ينبغي لنا التنافس في مثل هذا الشهر. ما حث الله في القرآن على التنافس إلا في تجارة الآخرة، لما ذكر الجنة وما أعد لأهلها قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. أشكر جريدة سبق على تمكين من إيصال صوتي إلى أحبتي وإخوتي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.